خلينا نبدا بالترتيب ونخش على طول على ارسنال ونوتنجهام. من قبل اصلا ما ابتدي الفيديو خلينا نخش على زوباميندي على طول على طول كده، اللاعب اللي انا بشيد بيه من اول السنه ده، لان كنت بحس ان دوره مش باين جوه الملعب. انا كنت بحاول ان اتكلم عليه واشرح هو ازاي مهم في ارسنال، لكن دلوقتي هو بقى مبين ما شاء الله خلاص، يعني مش محتاج بقى اشرح واقول. يعني هو بصراحه في ماتش النهارده يعني تحس ان دوره اختلف شويه مع عدم اشراك ديكلان رايس بشكل اساسي. كان شايل خط الوسط كله لوحده. في الماتشات اللي قبل كده كان دوره وتألقه بينعكس على اداء ديكلان رايس في الملعب. يعني ديكلان رايس بيتميز بسبب وجود زوباميندي لانه مؤدي ادوار كويس، ودي انا كنت اتكلمت عنها في الفيديوهات اللي قبل كده. بالنسبه لماتش النهارده فلا، يعني الراجل كان شايل خط الوسط لوحده وكان حاسس بحريه اكتر بكتير، وكان قايم بالادوار الدفاعيه والهجوميه والمسانده والربط، كل حاجه عملها زوباميندي لوحده في خط الوسط النهارده. فمن غير رغي كتير كده في ماتش النهارده كان باين قوي قوي ان زوباميندي هو السلاح السري بالنسبه لارتيتا في ماتش النهارده. وانا مش فاهم ايه سر عدم البدء بديكلان رايس. يعني اعتقد ممكن يكون يعني راحه مثلا، لان في التوقف الدولي لعب ماتشاته مع منتخب انجلترا فما لحقش يريح، جايز. لكن زوباميندي نفس الكلام مع اسبانيا برضه، هو بصراحه تالق زوباميندي في الملعب تالق باهر واضح وعالمي كل حاجه. بس ديكلان رايس لا غنى عنه في ارسنال. ديكلان رايس بغض النظر بقى عن ايه سبب استبعاد، يعني ما اعرفش بصراحه هل هو سبب فني بحت، لعبه في الدقيقه 68 فما اعتقدش ان هي سبب اصابه يعني فاهم، ولكن في احتماليه برضه ان هو لقاه يعني تعبان شويه فقال لما اريحه. الحاجه الثانيه اللي حابب نتكلم عليها هو اللاعب ايزي. اداؤه في ماتش النهارده بيخليني اتمسك برايي في ماتش ليفربول. ليه ما بداش زي ما احنا قلنا بالظبط؟ الراجل جاي من كريستال بالاس من اجواء الدوري الانجليزي، دخل على التشكيله الاساسيه عامل اسيست، واحلى حاجه في الاسيست بسطته، وده اللي بيخلينا نروح نعيب في مارتينيلي، لان مارتينيلي بيحاول يخلي اي لمسه ليه مبهره للجماهير ويعمل شو. روح شوف اللاعب ايزي النهارده عامل اسيست لنوعيه اللي هو 1+1=2، تمريره المساحه الفاضيه لجوكريس شاطها جون. بس هو حلاوه ايزي في انه بيعمل السهل الممتنع بس. فاداء ايزي في ماتش النهارده بيفرح اكيد جماهير ارسنال، وزي ما توقعنا وحللنا الصفقه قبل كده انها دورها مهم جدا جدا في ارسنال وفي شكل نادي ارسنال. وبالنسبه طبعا للاعب جوكريس الارض ان هو يجيب جون ويوصل الجون الثالث ليه في الدوري الانجليزي، وبيتساوى مع ايرلينج هالاند في صداره الهدافين. المشكله كلها ان جوكريس بيتعرض لضغط من لا شيء حرفيا. يعني هو داخل يشيل شيله داروين نونيز بس. يعني هو داروين نونيز كان اداؤه وحش، فانت بقى ايه من الدوري البرتغالي كنت متالق زي في الدوري البرتغالي فانت هتعمل نفس اللي كان بيعمله داروين نونيز. بغض النظر عن تحليلك لادائه سواء بانتقاد او انت شايف ان هو لاعب كويس، فهو حاليا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه بصفقه مبشره. اداؤه ازاي جوه الملعب لسه مش قادر احكم بصراحه، لكن الاكيد واللي انا شايفه واضح ان هو لعيب من المهاجمين المختلفه. ونيجي بقى للمدافع موسكيرا اللي عمل ماتش عظيم جدا. الراجل عمل اداء عالمي، يعني بيحسس جماهير ارسنال ان لو ساليبا اتصاب مش هيحصل كارثه. عموما ساليبا او جابريل كده كده الاثنين بيتصابوا، يعني انت كده كده ارسنال كله بيتصاب. يعني خلينا نرجع تاني للمدافع موسكيرا اللي عمل النهارده بالنسبه لي انقاذ ما خدش حقه شويه في السيتي الصراحه، كانه انقاذ قل ما يقال عليه انه اسطوري.